السلام عليكم وتحية لكل مغربي حر. المغرب اليوم دايز من محنة والقلب كيضرنا على داكشي اللي وقع لخوتنا في الشمال، ولكن وسط هاد الكارثة الطبيعية بانت كارثة أخرى كبر، كارثة أخلاقية جاية من جيران الشرق. العالم كله كيشوف اش واقع في اسبانيا والبرتغال، مدن أوروبية غارقة وسط الماء، ولكن الإعلام الجزائري وذبابهم الإلكتروني خلاو العالم كله وجمعوا كاع الكاميرات ديالهم غير على المروك، كيبينوا الفيضان بحال هو فشل دولة، ونساو باللي هادشي قضاء وقدر، وباللي حتى سيادهم في أوروبا غرقوا قبل منا. علاش هاد الحقد كله؟ الجواب سهل، حيت كيشوفوا المغرب غادي وكيزيد القدام وهما كيرجعوا اللور، كيستغلوا قطرات مطر باش ينفتوا السموم ديالهم. ولكن هيهات، المغرب اللي ناض من زلزال الحوس في ايام قليله غادي ينوض من هاد السيول وهو اكثر قوه واكثر عزيمه. رسالتنا واضحه، المغربي كيبني والحاسد كيهدم هير في راسو. البنيه التحتيه ديالنا غادي نصلحوها بيدينا، ولكن البنيه الاخلاقيه ديالكم ما بقى فيها امل. عاش المغرب ولا عزاء للحاقدين. شعارنا ديما وابدا: الله، الوطن، الملك.